السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي صعد، النادي الأهلي صعد، يعني هو فاضل له نقطة ويصعد رسمي، خلاص اعتبروه صعد. الأهلي ورغم المعاناة وإن هو كان طالب تأجيل المباراة والمباراة تتأجل، يفوز على ميدياما بهدف حسين الشحات وصناعة مودست. أكتر نادي في العالم عنده حظ إيه؟ عنده فدادين حظوظ. الدنيا بتمشي زي ما هو عايز، سبحان الله، زي ما هو عايز بتمشي. يعني النادي الأهلي قبل لقاء النهاردة 6 نقاط، واللي وراه 5، واللي وراه 4. يعني فوز ميدياما النهاردة على الأهلي هيبقى 7. الدنيا هتتأزم، هيبقى في صعوبة. فوز شباب بلوزداد على الأهلي، يعني فوز ميدياما على الأهلي في غانا، الدنيا هتتأزم على الأهلي، هيبقى 6 وميدياما هيبقى 7. الماتش اللي فات شباب بلوزداد في الجزائر فوزوا على النادي الأهلي، كان هيبقى 7، والنادي الأهلي هيبقى 4 زي ما هو. بتمشي زي ما هم عايزين، فدادين حظوظ. النادي الأهلي مش عنده حظ ولا توفيق ولا في مباراة ولا حاجة ولا في بطولة، لأ، عنده فدادين حظوظ. يعني مشى معاهم زي ما هم عايزين، مشى مع النادي الأهلي زي ما هو عايز. يعني الاهلي يتعادل، تلاقي الفرقتين التانيين يتعادلوا، يعني بيخدموا الاهلي. يعني خامس سنة على التوالي بيبقى في صعوبة في دور المجموعات، في دوري المجموعات للاهلي، وبيصعد وبيكمل وبياخد البطولة في الاخر. وتقريبا هيحصل السنة دي نفس السيناريو بتاع كل سنة. يعني شوية، يعني بخوا علينا شوية كده من شوية الحظ اللي عندكم ده، ولا ادونا حتى ربع فدان من اللي عندكم ده. يعني انا مش عارف. مصطفى شوبير يعني متألق، يعمل كده يصد، يعمل كده يصد، يعمل كده يصد، يعمل كده يصد، والكرة تيجي في العارضة. والعيال يعني لعيبة مدياما ما بتعرفش تفنش على الجون خالص، والنادي الاهلي بيوصل بكورة بكل سهولة، يعني يعتبر من الهجمات القليلة جدا وخلص الماتش. مودست استلم يا سبحان الله، مودست الهدف النهارده من صناعة مودست، واداها لحسين الشحات، وحسين الشحات حطها، الجون صدها وعدت من تحت ايده ودخلت. يعني ما اقولكوش الصراحة، احنا عينينا ما بترفش وما بنحسدكوش. احنا مش بنحسد، نقلع النضارة احسن، احنا مش بنحسد الاهلي وجماهيره. يعني ادونا بس شوية من اللي عندكم، ادونا شوية من اللي عندكم. يعني انا مش فاهم، نفسي شوية حظ كده من اللي عندكم دول يخدمونا شوية، يخدموا نادي الزمالك شوية. يعني انا مش عارف، احنا لو مثلا محتاجين لو الزمالك محتاج نقطة عشان يصعد مش هياخدها، هيجيلنا احنا النقطة، وهما بتمشي معاهم زي الحلاوة زي ما هم عايزين. الدنيا ماشية، خلاص هم رايحين للقب ال 12 كده، هيعدي من دور المجموعات، واقول لك النادي الاهلي رايح للقب ال 12 وهيحقق اللقب ال 12. ما هو ما دام الدنيا بتمشي في دور المجموعات، خلاص بعد كده الكل بيمشي زي ما هو عايز، الدنيا بتمشي. فيا رب، يا رب كده يعني يبقى عندنا شويه من حظهم العالي قوي ده، يعني ربع فدان من الفدادين اللي عندهم، فدادين الحظوظ اللي عندهم دي. نيجي بقى نتكلم عن نادينا العظيم الزمالك. طبعا اخر مباراة للزمالك كانت في الدوري، كانت قدام اللي المفروض بنقول عليهم ولاد العم، الاسماعيلي، ولاد عمنا. يعني انا لما طلعت واتكلمت في الفيديو اللي فات ما كنتش اعرف، يعني ما شفتش بالاحداث اللي حصلت في المباراة. لقيت بقى ناس بتقول لي ولاد العم ايه، بص وشوف، ادي ولاد العم، ادي ولاد العم بيقولوا علينا ايه، الفارس الكذاب. ويا عزيزة يا عزيزة المرشدين في الجيزة، مرشدين ازاي؟
مرشدين على ايه؟ يعني احنا مثلا بلغنا عنكم مثلا في اتحاد الكوره مثلا، ولا احنا مرشدين فهمونا طيب. يعني انتوا عملتوا كده ليه؟ نادي الزمالك يعني بتعملوا معانا احنا كده يا جمهور الاسماعيلي؟ يعني انتوا بتعملوا معانا احنا كده؟ احنا مرشدين، ارشدنا عليكم في ايه؟ ارشدنا عليكم في ايه؟ بلغنا عنكم مثلا؟ جم مسكوكوا تحري؟ يعني مش فاهمها انا دي. انا مش فاهم مرشدين في ازاي يعني. حد يفصل لي جماهير الاسماعيلي عملت كده ليه؟ يعني طب يعني انتوا كل سنه معلش بتنافسوا على الهبوط. نادي الزمالك وجماهير الزمالك بتقعد تداعم وتآزر نادي الاسماعيلي، وبتقول يعني مش عايزين لا لهبوط الاسماعيلي، والاسماعيلي لا، الاسماعيلي القطب الثالث للدوري المصري بعد الزمالك والاهلي. ازاي يعني؟ ازاي تعملوا معانا احنا كده؟ انتوا يعني خلاص يعني مش شايفين؟ مش عارفين تميزوا ده الزمالك ولا الاهلي؟ هو في ايه يا جماهير الاسماعيلي؟ مرشدين اللي في الجيزه؟ احنا مرشدين؟ طب ازاي؟ طب على ايه احنا ارشدنا عليكم مثلا؟ بلغنا عنكم؟ يعني سلمناكم تسليم اهالي؟ عملنا فيكم؟ طب عملنا فيكم ايه طيب؟ ما حد يقول لي جماهير الاسماعيلي اللي كانت في المباراه عملت كده ليه؟ انا مش فاهمها انا لغايه دلوقتي. وعزيزه دي احنا كنا بنغنيها بنقول يا عزيزه يا عزيزه الدوري قاعد في الجيزه ايام ما خدنا الاثنين دوري. خليتوه علينا احنا بقينا مرشدين. انا مش عارف والله، انا بضحك. يعني صاحب الاهلاوي يقول لي الحق بص شوف. طب انا بطالب بقى باتحاد الكوره، ما دام العمليه كده، ما دام هي بقت كده خلاص، ما تودوش الزمالك يلعب في اسماعيليه تاني ويتعامل معامله الاهلي، يروح يلعب في برج العرب الماتشين، ولا هم يجوا القاهره ولا احنا نروح اسماعيليه. خلاص انتوا شفتوا بقى جماهير الاسماعيلي عملت معانا ايه. خلاص ما تودوناش اسماعيليه تاني، مش عايزين نروح اسماعيليه تاني. ما خلاص بقى بقينا مرشدين. وهم طبعا يعني هيعاملونا معامله الاهلي بعد كده، اعتبرونا زي الاهلي خلاص. ولا شفنا اعتذار من مجلس اداره الاسماعيلي ولا اي حاجه. خلاص بقى مش عايزين نروح نلعب في اسماعيليه تاني. يبقى الماتشين بتوعنا زي النادي الاهلي يتلعب في برج العرب. ولا النادي الاهلي ما يروحش يلعب في اسماعيليه لمده 12 سنه ولا 13 سنه، واحنا نروح نلعب في اسماعيليه في ملعب لا يصلح للعب كره القدم، ويتقال علينا مرشدين. والحمد لله ان ربنا ستر وما حصلش مناوشات ما بين الجمهورين، ولا الا كانت تحصل كارثه زي كارثه بورسعيد. ده من ايه؟ من جمهور الاسماعيلي لنادي الزمالك ولعيبه الزمالك ونادي الزمالك وجماهيره. انتوا مش عارفين يعني العلاقه ما بين الزمالك والاسماعيلي؟ انتوا في ايه يعني؟ خلاص يعني نلغي كلمه ولاد العم دي، يعني نلغيها يعني. مش فاهم انا. عامه الحمد لله المباراه عدت على خير. وخلاص احنا كده بقى طالما مجلس اداره الاسماعيلي لا طلع اعتذر ولا طلع قدم بيان اعتذار لمجلس الاداره، ولا في اي كلام حصل ولا سمعنا اي كلام. خلاص يبقى نلغي بقى كلمه ولاد العم تاني. وبنطالب اتحاد الكوره احنا مش عايزين نروح نلعب في اسماعيليه تاني عشان احنا بقينا مرشدين. وربنا يستر في الماتشات اللي جايه. وخلاص بقى زي ما الاهلي بيحصل معاه الزمالك يحصل معاه برضه. الماتشين بتوعكم روحوا العبوهم في ماتش برج العرب. عندنا ان شاء الله يوم الاحد مباراة ابو سليم ان شاء الله في الجزائر، باذن الله نكسب المباراة ونصعد. احنا كده صاعدين، بس عايزين يعني نكسب المباراة برضو، ونقدم يعني نقدم مباراة جيدة الماتش الجاي، يعني وربنا يوفقنا، وان شاء الله القادم افضل لنادي الزمالك. وباذن الله الزمالك هيرجع اقوى من الاول. اشوفكم على خير في القادم. السلام عليكم.